يأتي هذا صدفة، بل بسبب المجهودات الجبارة التي بذلتها هذه الدولة في شتى المجالات، وكان للمجال الرياضي نصيب منها، حيث شيدت الدولة ملاعب عصرية مشيدة على أعلى مستوى، كما أنها مساعدة للبيئة ومجهزة بتقنيات التبريد بالطاقة الشمسية للحفاظ على درجة الحرارة والتحكم بها، خصيصا لاحتضان الحدث الكروي الأبرز في تاريخ كرة القدم، وهي بطولة كأس العالم بمشاركة 32 منتخبا من كل أنحاء العالم. وخصصت دولة قطر 8 ملاعب لاستضافة العرس العالمي الذي سيقام لأول مرة على الأراضي العربية، وستكون دولة قطر الدولة العربية السباقة لاحتضان هذه المسابقة العالمية. هذه الدولة تقع في جنوب غرب القارة الآسيوية وتحديدا شرق الجزيرة العربية، لها حدود برية مع السعودية ومع الإمارات. قررنا خلال هذا المقطع أن نعرض عليكم الملاعب الكروية جاهزة لاستقبال نهائيات كأس العالم بقطر والقائمة. استاد 974 كان يعرف سابقا استاد رأس أبو عبود. يقع هذا الاستاد في العاصمة القطرية الدوحة. يتسع الملعب ل40,000 متفرج. تم افتتاحه في 30 من نوفمبر 2021. تم بناء هذا الاستاد من حاويات الشحن البحرية، ووفقا للموقع الرسمي للحكومة القطرية الإلكترونية سيتم تفكيك الاستاد بالكامل وإعادة الاستفادة من المواد التي تم استخدامها في البناء. ومن المقرر أن يستضيف هذا الملعب مباريات دور المجموعات من العرس العالمي إلى حدود الدور 16 من البطولة. استاد أحمد بن علي. يقع استاد أحمد بن علي في منطقة أم الأفاعي في الريان غرب العاصمة القطرية الدوحة، ويتبع الاستاد نادي الريان القطري. تقع مدينة الريان إحدى أعرق المدن القطرية على مقربة من الدوحة في الطريق إلى الصحراء القطرية ذات الجمال الطبيعي. جرى تشييد استاد أحمد بن علي في موقع استاد قديم كان يحمل نفس الاسم، وتتزين واجهته الخارجية برموز تشير للترابط الأسري في المجتمع القطري، وأخرى تجسد جمال الحياة الصحراوية وطبيعة الحياة البرية فيها، وأشكالا تعكس جوانب من التجارة الدولية التي تقف وراء النجاح الاقتصادي لقطر على مر العقود. وتعكس المرافق المحيطة بالاستاد طبيعة الدولة، حيث تأخذ شكل الكثبان الرملية الذي يغطي على غربي البلاد. يتسع الاستاد ل40,000 متفرج، ومن المقرر أن يستضيف الاستاد 7 مباريات من كأس العالم حتى الدور 16. وبعد انتهاء المونديال سيصبح استاد أحمد بن علي مقرا لنادي الريان القطرية. استاد الجنوب. يقع هذا الاستاد في مدينة الوكرة على بعد 18 كيلومترا تقريبا من عاصمة قطر الدولة، من تصميم المصمم العراقي الراحل زاهر. تتوسع الاستيعابية لهذا الاستاد نحو 40,000 متفرج، كما أن الاستاد يحتوي على مسارات الطرق بالدراجات الهوائية، كذلك الخيل والنجاة، فضلا عن المطاعم والمعادية الرياضية. وبعد انتهاء بطولة كأس العالم سيتم تخليص ساعة الاستاد إلى 20,000 مقعد، ومن المقرر استضافة مباريات دور المجموعات ودور 16 والدور الربع نهائي من المونديال العربي. استاد المدينة التعليمية. يوجد أيضا هذا الاستاد في المدينة التعليمية الموجودة في مدينة الريان، وسط عدة جامعات ذات المستوى العالمي في مركز قطر العالمي للتميز، ويتسع هو كذلك إلى نحو 40,000 مقعد. وسيكون هذا الاستاد رمزا مهما للابتكار والاستدامة والتقدم لعقود قادمة، تناغما مع رؤية قطر 2030، ويأخذ شكل ماسة مسننة، ويسهل الوصول إلى الاستاد إما برا أو باستخدام مترو الأنفاق. وعقب نهائيات كأس العالم لكرة القدم سيحتفظ الاستاد ب25,000 مقعد لتستفيد منها الفرق الرياضية للجامعة. استاد خليفة الدولي. يعتبر استاد خليفة الدولي أول استادات المونديال القطرية جاهزية. تم افتتاحه أول مرة عام 1976. يشتهر هذا الاستاد باحتضان العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى، وقامت دولة قطر بتطويره في السنوات الأخيرة من أجل تجهيزه لنهائيات كأس العالم. وقد تضمنت أعمال تطوير الاستاد تغيير واجهته الخارجية وإضافة نحو 12,000 مقعد لرفع طاقته الاستيعابية، علاوة على تزويد الاستاد بأنظمة إضاءة موفرة للطاقة تصل طاقته الاستيعابية لأزيد من 40,000 متفرج. ويستضيف هذا الاستاد 8 مباريات، منها مباراة تحديد المركز الثالث من العرس العالمي. استاد الدوحة.
يقع استاد البيت في مدينة الخور التي تبعد نحو 46 كيلومترا شمال العاصمة القطرية الدوحة. تشتهر الخور نظرا لموقعها الجغرافي بالغوص بحثا عن اللؤلؤ وصيد الأسماك، ويتميز هذا الاستاد الفريد بتصميم خرافي يجسد الثقافة العربية وتقاليدها الأصيلة في أبهى صورها، إذ يشبه شكل الاستاد بيت الشعب أو الخيمة التي سكنها العرب وسكان منطقة الخليج العربي على مر العصور. تبلغ سعة الملعب 60,000 متفرج. تم افتتاحه بشكل رسمي في فبراير 2020. سيخوض هذا الاستاد المباريات الافتتاحية والعديد من مباريات البطولة حتى دور النصف النهائي. بعد انتهاء البطولة سيصل الاستاد بفوائده إلى عدد أكبر من الناس حول العالم، حيث سيتم تطبيق مقاعد الجزء الأول من المدرجات بعد كأس العالم 2022 ستكون قابلة للنقل وستمنح للدول المغرب التي تحتاج لبناء المرافق الرياضية، في ذلك لمحة عن خصال الكرم والجودة التي تشتهر بها قطر، وفقا لما ذكرته لجنة مشاريع وإرث بطولة كأس العالم قطر 2022 عبر موقعها الرسمي. استاد الثمامة. يقع الاستاد في مدينة الدوحة في الأحياء الجنوبية على بعد عدة دقائق من مطار حمد الدولي بسعة 40,000 متفرج، إلا أن المقاعد سيتم تقليصها بعد البطولة إلى 20,000 مقعد. هذا الاستاد مستوحى من القحيفة أو القبعة التقليدية التي يرتديها غالبية الرجال والصبية في كافة أنحاء الوطن العربي، ويعتبر هذا الاستاد أول استاد مونديالي جرى تصميمه بأنامل قطرية. يرمز تصميم استاد الثمامة إلى الشباب القطري ودوره الرئيسي في نهضة البلاد وبزوغ نجمها كلاعب أساسي في المشهد الرياضي العالمي، كما أنه يجسد التقاليد العربية القطرية التي استوحى تصميمه منها. سيستضيف استاد الثمامة 8 مباريات خلال كأس العالم قطر 2022 من مرحلة المجموعات حتى الدور الربع النهائي. استاد لوسيل. يقع استاد لوسيل في مدينة الضعاين، وهي جزء من خطة تطوير جديدة لمدينة لوسيل، وهي واحدة من أكبر الملاعب القطرية والأكبر على الإطلاق من حيث الطاقة الاستيعابية. يتسع الاستاد لنحو 80,000 مقعد، كما أنه أهم ملاعب كأس العالم قطر 2022، وهو الملعب الذي ستلعب عليه المباراة النهائية للبطولة، وستلعب عليه مجملا 10 مباريات من البطولة. وقد استوحى تصميم هذا الاستاد الاستثنائي الذي يتسع ل80,000 مشجع من تداخل الضوء والظل الذي يميز الفنار العربي التقليدي أو الفانوس كما يعكس